السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض فيديو سريع وبسيط. هنشوف فيه ازاي هنعمل الأجنحة بطريقة سهلة وبسيطة، ومش هتاخد وقت، وفي نفس الوقت ولا هنقلي ولا هنستعمل زيت ولا اي حاجة. هنا معانا كيلو أجنحة. اول حاجة هنعملها هننقعها في محلول النقع هو عبارة عن معلقتين خل وليمونة ومعلقة كبيرة ملح، وهنسيبهم منقوعين حوالي ساعة. وبعد النقع هنشطفهم كويس من المحلول زي ما احنا شايفين بقوا زي الفل. وبعد كده هنبتدي نعمل مع بعض التتبيلة بتاعتهم. انا هنا قطعت الاطراف بتاعه الجناح، ودي اختياري، اللي عايز يقطعها يقطعها واللي مش عايز يسيبها عادي، مش هتفرق حاجة. وبعد ما قطعناها بالشكل ده هنعمل لها التتبيلة، وهي عبارة عن بصلاية كبيرة متقطعة وطماطماية كبيرة وقرنين فلفل وفصين توم. هنضربهم كلهم في الكبة، وبعدين ننقع الأجنحة فيهم لمدة ساعة. كل ما نقعناهم أكتر كل ما كان طعمها أحلى. هنسيبهم منقوعين في التتبيلة دي حوالي ساعة. وبعد كده هنضيف على التتبيلة دي فلفل وكمون وملح زي ما احنا شايفين، ونص معلقة بابريكا، وندعكهم كويس قوي بالتتبيلة ونسيبهم منقوعين فيها حوالي ساعة. وبعد كده هنحطهم على النار، على عين النار لحد ما تستوي زي ما احنا شايفين كده. وبعدين اللي قدامنا ده هنعمل لهم صلصة عشان ندهن بيها الوش ونحطها تحت الشواية. هو عبارة عن نص ليمونة وحوالي 5 معالق صلصة، وعليهم معلقة فلفل اسود وشوية ملح، وهندهن بيهم وش الأجنحة كويس قوي. هندهنهم كويس، وبعد كده هنحطهم تحت الشواية لحد ما تاخد لون. أكلة بسيطة وخفيفة واقتصادية في نفس الوقت. هندهنهم كويس ونحطهم تحت الشواية لحد ما تاخد اللون اللي احنا عايزينه زي ما احنا شايفين كده. حبايبي، لو أول مرة تشوفوني أرجو ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والآخر زي ما احنا شايفين النتيجة حلوة جدا وطعمها حلو جدا، هيعجب الجميع ان شاء الله. وبعد كده هنقدمها وبألف هنا وشفا، مع مكرونة مع رز زي ما انتوا تحبوا. وفي نهاية الفيديو أسيبكم في رعاية الله. مع السلامة.